يخرج خلح، منطقة يظهر فيها بين العراق والشام، وأول ما يخرج من منطقة اسمها خراسان، خراسان، وفي مدينة اسمها أصبهان بالتحديد، في قرية اسمها يهودية. سألت بعض المهتمين هذا الزمن: تعرفون هذه القرية؟ في إيران، في أصبهان. قالوا: نعم نعرفها. قلت: أفيها يهود؟ لأن الحديث يقول يخرج معه يهود أصبهان 70,000. قلت: فيها يهود؟ قالوا: هناك منطقة كلها يهود، كلها يهود أصلا. واليهود جاهزون الآن للخروج مع من؟ مع مخلصهم، هم ينتظرونه وكتبهم موجودة، والآن يريدون هدم المسجد الأقصى. يقول سيخرج المخلص. من المخلص؟ يقصدون الدجال، يقصدون المسيح الدجال. يظنون أنه سيخلصهم لكنه سيرديهم. يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، عليهم التيجان والطيالسة، عليهم ملابس وعليهم تيجان، 70,000 يخرجون، وأغلب أتباعه يهود، أعاجم غير عرب، والنساء. النساء أكثر أتباع الدجال. لما؟ لضعف عقولهم ولتأثرهم ولخوفهم ولعاطفتهم ولقلة علمهم. علم أهلك، علم نسائك من الآن، علم أهل بيتك، لأنه إذا خرج الدجال في بعض الروايات وفيها ضعف سيكون إعلانه في الكوفة، وما كان النبي يعرف عن الكوفة شيئا، لكنه قال للصحابة في منطقة، في رواية فيها ضعف لكن قد تصح، قال في منطقة اسمها الكوفة، في رواية فيها ضعف لكن قد تصح، قال في منطقة اسمها الكوفة، ويا لقربها بالنسبة لنا، إنها مسافة قصيرة. ولهذا أشار النبي إلى المشرق، قال من قبل المشرق سيخرج، من قبل المشرق سيخرج، من قبل المشرق سيخرج. فإذا خرج الدجال قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك، إما الدجال أو طلوع الشمس من المغرب أو الدابة، إذا خرج واحد من الثلاثة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من